ايه وصلت فين؟ لسه داخله البيت والله، ما غيرتش هدومي حتى. طب خلاص غير هدومك وارتاحي شويه وكلميني. طيب ممكن بس معلش تديني ساعتين وهكلمك؟ هتعملي حاجه؟ هراجع بس مع الولاد شويه عشان عندهم امتحان الصبح، وانيمهم واتصل بيك. خلاص ماشي مفيش مشكله. طولي بس في الرنه شويه عشان لو النوم غلبني. خلاص ماشي. الو، معاكي. ايه الاخبار؟ نمت؟ لا صاحي، بس اتاخرت انت شويه. حقك عليا والله، بس ابو البنات كان بيكلموا مع التليفون واستنيتهم يخلصوا ونيمتهم. جوزك ده بحالات، ربنا يهديه. اسمه طليقي مش جوزي، كل شويه افكرك. خلاص يا ست ما تزقيش قوي كده. احكي لي بقى، يومك كان ماشي ازاي النهارده؟ انت غاوي تصدع دماغك بقى. ولا اي صداع، ولا انت ليكي حد تاني بتحكي معاه؟ منين يا حسرة؟ انت عارف ان مفيش حد بحكي ولا فضفض معاه غيرك. بص يا سيدي، صحيت النهارده متأخرة على الشغل ونزلت متسربعة، وكمان نسيت الدبلة على التسريح. خدت البنات وصلتهم في طريقي للمدرسة، نزلت البنات عند المدرسة من هنا، وسواق التاكسي تقريبا خد باله ان مفيش دبلة في ايدي ومعايا بنتين. قال بس ده استباحة، مطلقة ولا تجد من يحنو عليها. ما حلنيش نظرات في المراية طول الطريق. طب ما نزلتيش ليه؟ خدت عربية تانية؟ ما المشكلة ان انا كنت متأخرة، انا لو كنت فايقاله كنت روقته، بس قلت فكك ده مريض. المهم اكملك. وصلت الشغل لقيت المديرة شايطة، سمعتني كلمتين، خدت الكلمتين وسكت ورحت اشوف شغلي. بعديها بشوية لقيت الرئيسة بتاعتي بتقولي النهاردة هتنزلي المخازن عشان في نقص في العدد تحت. قلت لها مش مشكلة. يا سلام، طب وانت تفهمي ايه في المخازن؟ مش دي المشكلة المخزن معظمه عمال رجالة. ما سلمتيش منهم طبعا. هي دي محتاجة مفهومية، رغم انه والله لابسة واسع ومش حاطة غير مرتب في خلقتي، وحتى الطرحة مش مظبوطة. وانت عملتي ايه؟ لا انا عادي بتعامل، انا بشوف شغلي وبتعامل معاهم برجولة، لاني لو بقيت للحظة رقيقة هتاكل. فاي حد كان بيفكر يستظرف يلاقيني كده كان بيلم نفسه. كملي. وبعدين؟ ولا قبلين خلصت شغل وطلعت جبت البنات وروحت، لقيت ماما عمالة تزعق عشان مسحوق الغسيل خلص، وعمالة تبكت فيا عشان بتغسل هدوم البنات مع هدوم بابا واختي الصغيرة. وانا والله يا احمد بجيب معاهم في البيت وبزيادة كمان، سواء في الاكل ولا في الشرب. طب وهي مامتك بتعمل كده ليه؟ ده المفروض جدتهم يعني تكون حنينة عليهم. ما هي ماما دي نفسها برضو سبب جوازتي الاولانية. قال ايه؟ قربنا من بعيد وعارفة مامته، واهو اللي قربنا من بعيد وعارفة مامته شهر يبعت لي مصاريف للعيال وينام عليهم 3 شهور لحد ما يفتكر ان لي بنات. اما بقى يا سيدي امي بتعمل كده ليه؟ فشايفة اني لازم ارمي البنات لابوهم عشان اعرف اشوف حياتي. طب وابوكي؟ ابويا ده غلبان يا احمد، يا ريت كل الناس زيه. صعبان عليه حالي طبعا ومرمطتي عشان اقدر اصرف على البنات، واو بيساعدني باللي يقدر عليه، ومن ورا امي والله. ربنا يهديها يا بنتي. يا رب. المهم اكمل لك. نزلت على اخر النهار وديت البنات التمرين. كان في مدرب جديد كده، فواقفه بتكلم معاه، نظراته مش مريحه وعمال يسال اسئله بايخه. ابو البنات موجوده عشان يمضي على الورق. قلت له انا ولية امرهم. طب انت كام سنه؟ طب مش عارف ايه. طب انا هدرب البنات برايفت ومش عايز فلوس. قلت له شكرا، وحد قالك ان احنا شحاتين؟ هو النادي ده ملهوش مدير تقولي له على الهبل ده؟ لا مدير ولا غيره، انا هسحب ورق البنات وانقلهم الاكاديميه اللي جنب البيت هنا واريح دماغي، وكمان اوفر مواصلات. المهم خدتهم وسبتهم عند منال صاحبتي، ورحت اشوف الشغل بتاع العياده اللي قلت لك عليه. انا مش قلت لك ملهوش لازمه الشغل ده؟ كفايه الشغل بتاع الصبح مرمطه. انا قلت هي حاجه تسند مع الشغل التاني ده عشان اعرف اكفي احتياجات البنات. المهم رحت العياده وقعدت مع الدكتور، قعد يسالني شغلك التاني بيخلص امتى وبتاخدي كام، وبعد كده قال لي تعالي اوريكي نظام الشغل ازاي. دخلنا اوضه كده ولقيته هو بيتكلم عاوز يحط ايده عليا، نطرت ايده وقلت له بعد اذنك خرجني. قال لي هديكي المرتب اللي انت عاوزاه. رحت جريت على الباب ومشيت، وانا نازله على السلم رجلي اتلوت ووقعت حته وقعه. بتضحكي؟ انا مش قلت لك كفايه شغل النهار؟ احمد انا صعبان عليا نفسي قوي. هي ليه الناس بقت مريضه قوي كده؟ انا بتعاقب مرتين ليه؟ انا اخترت غلط واتجوزت وخدت نصيبي، وكان العقاب اني اتطلقت وانا لسه صغيره. هي ليه الناس بتعاقبني تاني بكلامها وبنظراتها؟ ما انا